الخير اللي ربنا بعته لكم فين؟ عرفت مكانه؟ عرفت مكان الغاز بتاعك فين؟ مكان البترول بتاعك فين؟ مكان الذهب بتاعك فين؟ اعتبارا من العام القادم أعني الكلام يبدأ هذا الخير بدايته تصل ذروته بإذن الله. بإذن الله نتكلم 2020 تقريبا. نعم، اللي هي ذروة الخير، اللي هو انت حضرتك عارف اللي بتتكلم تقول مرجان ياقوت مش عارف ايه، اديني. ايوه، ده كان كلامه السنة اللي فاتت، واحنا في العام القادم والمفروض بداية مشوار الخير للوصول للذروة. الحقيقة محدش قادر في وضع اللي فيه المصيبة اللي فيها مصر يكذب ويقول تلت التلاتة كام. أكبر المعرضين وأكبر المنافقين وأكثر المخبرين اضطر يعترف. موسى نفسه بتاع دهب ياقوت مرجان اضطر يعترف. طبق سلطة ب 30 جنيه مش موجود في أي حتة في أي بلد. أنا بتكلم طبق السلطة العادي، ما بقولكش يعني اعمل وأكنك بتاكله في ميلانو، تاكله في البيت 30 جنيه. والله العظيم ظلم وحرام، لأن الناس هي اللي هي متضايقة. وأنا بقول والناس الله يكون في عونها. الأيام الجاية كمان الحاجة هتزيد مش هكذب عليكم. انسى كلمة حد هيقول لك هترخص، مش هترخص، مفيش حاجة هترخص. مش هكدب عليكم، انا الماده الخام بتاعت الكذب، انا ما بمارسش الكذب، انا الكذب ده معجون في دمي، مش هكدب عليكم اي حاجه. طب بالنسبه للذهب والياقوت والمرجان، لا معلش هي البتاع كذا كذا، زي بالظبط الدولارات. الحق 8 جنيه بتاع الدولار النهارده ب 18 ونص في البنوك.